السلام عليكم. جبت حاجه من الزمالك النهارده فهوريها لكم اهي. تشوب ستيكس. هل انا اول مره اكل بالتشوب ستيكس؟ لا. ولكن ليه جبتها مش عارفه. هي كانت ب10 جنيه عامه. اوكي. انا بصراحه كنت مقرره ان انا ابطل اكل اندومي. شفت تشوب ستيكس فقلت لا انا لازم اجيب اندومي. كذا حد قال لي ان الميكس ده طعمه حلو فاحنا هنجربه. قولوا لي افكاركم لليوتيوب لان انا بجد ما بقتش عارفه انزل حاجه هناك. ما نزلتش بقالي 3 اسابيع. ومش من الزمالك وحابين تشتروا الحاجات العاديه مثلا زي كوكيز العبد من الزمالك، ما تشتروهاش في الماركات اللي هي بتبقى شكلها كده شويه لان هما بيبقوا اوفر برايسد. ممكن مثلا يزودوا 10 جنيه 15 جنيه حاجه كده. احط شويه مشروم صويا صوص من عندي لانها حراقه قوي. علمت اطبخ كده بالتشوب ستيكس من مشرف. ميرسي يا مشرف. احط سويت تشيلي صوص ولا بطل عك؟ قول انا عندي 17 سنه الكومنت تبقى ايه ده انت 17 سنه ازاي؟ ده احنا كنا مفكرينك في جامعه، ده احنا كنا مش عارفه ايه. انا مش فاهمه ايه مقياسكم للبنت اللي عندها 17 سنه. يعني انا عمري ما شفت حد قال سنه الا لو الناس قالت عليه يا اصغر يا اكبر. مقياسكم للبنت اللي 17 سنه اللي هي مثلا عندها شنب اعدادي والكونتنت بتاعها العاب باربي. هصفي الميه واخلي فيها بق بس. توقع ان دي نور. هي حلوه قوي ولكن كانت محتاجه شويه لبن عشان التوابل بتاعت كيلوجز حراقه. السلام عليكم.